في أقوى مواجهات في الجولة الثالثة، أهلنا الملكي في مواجهة الليث الشبابي. تحتضن درة الملاعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض لقاء أهلنا الملكي بنظيره الشبابي يوم الجمعة 6 من شوال الموافق 23 من أغسطس الحالي. استغل الفريقان فترة توقف الدوري بالتواجد في دورات ودية بدولة الإمارات العربية المتحدة. الأهلي تواجد بدورة الجزيرة الودية، خرج منها بحصوله على المركز الثالث بعد فوزه على الوكر القطري وخسارتين من القادسية الكويتي والجزيرة الإماراتي. الشباب تواجد بدورة العين الودية، حافظ من خلالها على لقبه للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على السالمية الكويتي والعروبة العماني وتعادل مع العين الإماراتي. أهلنا الملكي افتتح مشواره بالدوري بتغلبه على الشعلة بخماسية نظيفة، في حين تأجل لقاؤه الثاني أمام التعاون بوفاة لاعب التعاون ناصر البيشي، سائلين المولى عز وجل أن يغفره ويرحمه بواسع رحمته. يملك الأهلي رباعيا أجنبيا مميزا بتواجد المثلث اللاتيني، يتقدمه البرازيلي فيكتور سيموس والدولي الكولومبي خايرو بالومينو، بالإضافة للأرجنتيني موراليس المنضم حديثا والتي تؤول عليه الجماهير الملكية نظير ما قدمه من مستوى مميز بدورة الجزيرة الودية، بالإضافة للدولي العماني عماد الحوسني مع تميز بارز للدوليان تيسير الجاسم ومنصور الحربي، ويقودهم فنيا السيد جارولي. الشباب افتتح مشواره بالدوري برباعية نظيفة في الشباك النجرانية، وفي الجولة الثانية تغلب على الفيصلي ب3 أهداف مقابل هدف. يمتلك الشباب رباعيا أجنبيا لا يقل عن أجانب الأهلي، يتقدمهم الخبير البرازيلي مارسيلو كاماتشو والبرازيلي الآخر فرناندو منغاز، بالإضافة للمهاجم الأرجنتيني سيبستيان تيغالي والأوزبكي ديباروف رغم عدم قناعة السيد برادوم بالأخير، ويبرز معهم اللاعب عبد المجيد الرويلي وناصر الشمراني. كل الأماني القلبية بالتوفيق لأهلنا الملكي. كنت معكم أحمد الأهلاوي، استودعكم الله.